فيديو النهارده جاي اكلمك ازاي تقوم بعد الفشل. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. بص انا هقول لك حاجه، انا مريت بحاجات كتير قوي في حياتي، ولو كنت بصيت عليها ان دي اخر الدنيا او ان انا فاشل، والله العظيم ما كنت مشيت خطوه واحده قدام، ما كنتش وصلت للي انا وصلت له. بدايه من يوم ما دخلت الكليه، وان انا كنت مثلا جبت جي بي اي مش احسن حاجه مثلا في الترم الاولاني. لو انا كنت شايف ان دي نهايه الكون، انا ما كنت ذاكرت وعملت اللي عليا، ولا كنت عملت اي حاجه حرفيا. ولكن انا بقيت ان انا اي حاجه بمر بيها في حياتي بقيت اخدها تحدي. انا لدرجه اقول لك حاجه، انا كنت كل ماده اجيب فيها درجه مش كويسه، مثلا اجيب يعني حرفيا في الميد ترم كنت بجيب 10 من 20، 12 من 20. بقيت لما اشوف الدرجات دي انا ما كنتش ان انا انا كنت بزعل طبعا، ولكن ما كنتش بستسلم، كنت بحط يعني حرفيا تحدي. انا كنت بحط صوره الدكتور كده، بطبع صوره الدكتور على الطبعه واعلقها قدامي وابص له، والله العظيم بنفس الطريقه كده، اللي هو وانا بذاكر كل شويه ابص للدكتور وابص اكن انا اجيب في مادتك كده، والله بنفس الطريقه. بقيت اكلم نفسي، بقيت احس ان انا هبل والله بجد. بقيت ان انا ابص لصورته واقول اكن انت اجيب في مادتك كذا، اكن انت جايب الامتحان صعب ماشي، واعمل له كده واذاكر وابص له كل شويه، ابص له كل ما احس ان انا بدات ان انا مثلا اقل في المذاكره او ما اعرفش، لا ابص له بتحفز. انا بقيت اتعصب بقيت اتعصب من شكل الدكتور اصلا، يعني انا متضايق منه فبتعصب من شكله فذاكر. ف... فيعني حرفيا كنت باخد كل حاجه تحدي، اللي انا مثلا لو وقعت في اي حاجه اخدها تحدي وهوصل لها. يعني مثلا هقول لك مثال، اخر ترم في الجامعه لقيت نفسي جاي في ماده 2 من 20، ببص في الدرجات كده 2 من 20، اللي هو ازاي؟ انا بقيت مستغرب وعيط اللي هو 2 من 20، اللي هو انا بقيت ما اناش عارف اصلا انا ايه النتيجه دي اصلا. يعني انا بقول انا لو حاطط اصلا، لو انا كاتب اسمي وكاتب اي كلام، يعني هيدوني درجات على خطي وعلى اسمي، يعني بجد والله العظيم. المهم، فلما جبت 2 من 20 دي انا استغربت اصلا، هو ايه ده؟ رحت للدكتوره المكتب وقلت لها يا دكتور، انا ازاي ان انا اجيب 2 من 20؟ انا محتاج ان انا اراجع ورقتي. فتحت الورقه وراجعناها، تقول لي اصل انت اجابتك ناقصه في دي، واصل مش دي الاجابه اللي انا عاوزاها، واصل ما دام انت ما كتبتش الكلمه دي في الاجابه دي يبقى الاجابه كلها غلط. يا دكتور يرضيكي والله الدنيا صح اهي. لا 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 لا، انا كذا كذا. اللي هو انا اصلا ببص في الورقه وهي معاها كان مكتوب فيها 4.5 من 20، واصلا الدرجه مرفوعه لها على السيستم 2 من 20. فاللي هو انا بقيت مستغرب، طب هو في ايه؟ فضلنا نحاول ان احنا نطلع درجات من الورقه، وصلت لحد 6 من 20. فاللي هو برضك النتيجه بالنسبه لي اللي هو 2 من 20 من 6 من 20، فاهم حاجه؟ ما فرقتش كتير. بس اللي هو وبقيت ابص كده، انا التقدير بتاع الماده ضاع، فاللي هو بقيت ابص لها كده، بس في نفس الوقت قلت لا انا مش هسكت، لان انا لو كنت اللي هو استسلمت بقى خلاص انا الماده بالنسبه لي ضاعت، فانا ما كنتش حرفيا، انا ما كنتش جبت تقدير في الماده. المهم مسكت ان انا ذاكرت وفضلت اموت نفسي من المذاكره حرفيا، واللي هو الماده دي بالذات بقيت اهتم بيها واذاكر واركز في كل تفصيله، لحد ما جيت اشوف النتيجه بتاعه الماده دي، لقيت نفسي جاي فيها جيد جدا. حلو، جيد جدا طبعا بالدرجات اللي انا نقصتها، وطبعا انت عندك عمل وشفوي وفاينل والكلام من ده كله، فبالنسبه لي جيد جدا دي ده حاجه توب التوب، يعني انا كده عملت مجهود جامد. انت فاهم قصدي ازاي؟ المهم، فانا عايز اوصلك حاجه، ان انت مثلا لما تمر باي حاجه في حياتك انا مش عايزك تستسلم. بمعنى انت بتعمل 3 حاجات لازم تعملهم. رقم واحد، ان انت بتشوف انت وقعت في ايه، او ايه الغلطه اللي حصلت، ايه المشكله اللي انت وقعت فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انت بتبدا تشوف ايه الخطوات اللي انت هتمشي عليها. يعني انت عرفت ايه الغلطه وايه الخطوات اللي انا همشي عليها. يعني وليكن انا غلطت مثلا، عملت حاجه كذا في حياتي، إيه مثلا وليكن تجربه وحشه في حياتي، ايا يكن التجربه. انا ليه قلت سيره الدراسه؟ عشان خاطر ده يعني الحاجه اللي حاضره في ذهني دلوقتي. فانا عايزك مثلا تقول انا وقعت كذا في حياتي، انا جبت النتيجه الفلانيه، انا مثلا فشلت في كذا في حياتي. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا المفروض ان انا اتعلم من كده، ان انا همشي على ستيب 1 2 3، واكتب الخطوات اللي انا همشي عليها. رقم 3، ادوس. رقم 3 يعني اللي هو بص ما وقفش بقى. وبس يا صديقي، فاتمنى انك تكون استفدت من الفيديو، اتمنى انك يعني تتفائل كده، وما تفكرش التفكير اللي هو السلبي او التفكير اللي هو قد كده خالص، وتتوكل على الله وتستعن بالله، وان شاء الله خير. وبس. ولو انت اول مره تشوفني، ايوه ايوه، عشان خاطر في ناس مثلا اول مره يشوفني والكلام من ده كله، فانا اسمي يوسف، دكتور علاج طبيعي، دكتور امتياز في الامتياز يعني حاليا. فبس، فلو عجبك الفيديو فطبعا يعني ما تنساش يعني
المهم اعمل لايك للفيديو يعني. ولو حد من اللي بيتفرجوا مثلا مر بتجربة فاشلة في حياته، وان هو قام بعدها وعمل خطوات ان هو نجح بعدها، فيكتب لي في التعليقات، يعني كلنا نستفيد. وبص يعني انا لو الفيديو ده اتشاف اصلا لان القناة واقعة، لان انا بقالي كتير ما بنزلش اصلا، فلو لقيت يعني احسن قصتين حرفيا او احسن حاجتين هشوفهم، فدول انا كده كده هعملهم فيديوهات باذن الله، يعني هطلع هحكيهم يعني باذن الله. فبس يلا سلام.